مين هو سفاح الجيزة الحقيقي؟ كلمتكم في فيديو عن المسلسلات اللي هتتعرض قريب واللي كان منهم مسلسل سفاح الجيزة واللي هيقوم بدوره الفنان احمد فهمي، واللي قلت لكم ان دي قصة حقيقية والناس بدأت تسألني طب هو مين اصلا ده؟ القصة طبعا باختصار ان الشخص ده اسمه قذافي فرجه من مصر. القصة بدأت في 2015 لما قتل صاحب عمره ودفنه في شقة، وعلشان يبعد الشبهة عنه بعت رسالة لاهل القتيل انقذوني انا اتقبض عليا، وبعدها مراته عرفت الموضوع فحط لها سم في العصير وخباها هي وجثة صاحبه في شقة في بولاق. قذافي كمل حياته عادي وحب بنته كان على علاقة مع اختها، ولما كانت هتعترف لاختها اللي هي خطيبته هددها بالقتل وفعلا قتلها وحطها جنب مراته وصاحبه، واقنع اهلها ان هي سافرت مع مخرج وهتمثل. هو كمل مع اختها عادي وبعد كده انفصلوا. القذافي ده عمل نفسه اللي هو رضا اللي هو صاحبه المقتول، وطلع ورق شخصي باسمه وفتح محل ادوات كهربائيه في اسكندريه، وكانت شغاله معاه بنت في المحل وحبها وكان واخد منها فلوس طلبته بيهم فقتلها. الراجل ده اتنفذ عليه حكم الاعدام السنه اللي فاتت، وكان امله الوحيد ان والدته تسامحه. فانت بقى كنت عارف القصه دي ولا لا؟ وشايف احمد فهمي مناسب للدور ده ولا كنت ترشح مين؟